ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة. فيديو النهاردة هشارككم فيه ازاي انا بعمل او السنة دي حبيت ان انا احط الاهداف بتاعتي واقسم اهدافي على مدار السنة. طبعا انا جبت الورقة دي علشان هنشخبط مع بعض كده ونشوف انا فكرت في الموضوع ده ازاي وازاي ممكن ان احنا نظبطه. ولو حد برضو زي حالاتي كان تايه في ازاي يعمل اهدافه للسنة او يتابع حاجات معينة خلال السنة، يعني ممكن يبقى الفيديو ده استرشادي لي. اهداف سنة 2023، هاتي طبعا اي ورقة وقلم علشان تقعدي تشخبطي معايا وتعملي حاجة اسمها brainstorming هتكتبي فيه كل حاجة لحد ما توصلي في الاخر لشكل نهائي للاهداف بتاعتك والخطة اللي هتعمليها خلال السنة. اول حاجة انا حبيت ان انا اقسم الاهداف بتاعتي على اصعدة. تمام، يعني ايه اصعدة؟ يعني على مستويات، على المستوى الشخصي، على المستوى العملي، على المستوى العائلي، وبعد كده هقسمها كمان على المستوى الروحاني من حيث طبعا اي حاجة ليها علاقة بالروح والنفسية. وطبعا مش هننسى الجزء بتاع الفن والاستمتاع بتاعنا خلال الشهر او خلال اليوم، وطبعا الجزء العقلي. دي اعتقد من وجهة نظري بالنسبة لي كانت الأصعدة الكافية اللي ممكن تكون ملمة بحياتي بشكل عام. طبعا يفضل ان احنا نكتب السبب تحت كل هدف، احنا ليه عايزين نعمل الهدف ده وليه عايزين نحققه. ده ليه؟ ايه الهدف من كده؟ علشان احنا لما نحس بإحباط مثلا، احنا خستعنا مثلا في الهدف بتاعنا وما كناش عارفين نتابعه اول باول، لما اقرا الهدف اللي انا كتبته انا ليه حطيت الهدف ده اصلا، ده بيحفزني ان انا ارجع تاني وابتدي يعني ارجع لهدفي واتابع هدفي من اول وجديد. انا قسمت بالنسبة لي السنة، شفتها ان هي 12 شهر. فطبعا زي ما بيقولوا زي ما تعودنا كل فترة ان احنا بنقسم الهدف الكبير لأهداف صغيرة علشان يسهل علينا ان احنا نتابعها ونعمل لها تراكنج، وغير كده يسهل عليا كمان اشوف لو في نتائج ابتدي اشوفها اول باول، فطبعا تحمسني علشان اكمل. فطبعا السنة عندنا فيها 12 شهر، بمعنى ان انا هقسمها على 4 اقسام، كل قسم 3 شهور، وكل 3 شهور بيتقسموا ل 12 اسبوع. تمام، يبقى انا كده قسمت الهدف الكبير بتاعي ان انا السنة بتاعت 2023 ان هي اطلع منها باكبر قدر من الانجاز والفعالية، قسمته لاكتر من قسم. هاخد اول قسم اللي هو اول 3 شهور اللي هم اول 12 اسبوع، بمعنى ان انا هتابع اسبوع اسبوع اسبوع، وكل 3 شهور هطلع بنتيجة نهائية، اعمل كده ريفيو للموضوع كله بشكل عام وصلت لحد فين. هنمسك اول 3 شهور، هبتدي ان انا ابتدي اقسم المستويات الروحانية، يعني هكتب كل مستوى بقى من المستويات بتاعتي انا اقصد بيها ايه. تمام، ده طبعا بيختلف من حد للتاني، ومش شرط تبقى اهدافي تبقى اهدافك او اهداف اي حد، ممكن نبقى نتفق في بعض الاهداف ونختلف في غيرها، دي عادي جدا، ودي حاجة اسمها المرونة ودي موجودة، يعني مش لازم تمشي على نفس السيستم اللي انا ماشية بيه في الفيديو. فعلى المستوى الروحاني انا حبيت اهتم اكتر واعمل تراكنج اكتر للصلاة، وحبيت ان انا عايزة اختم القرآن باذن الله باذن الله باذن الله قراءة كل شهر مرة. وطبعا مش عايزة ابقى يعني ماشية على جدول صارم علشان برضو ما تضايقش، لا هبقى فيه مرونة، واللي مش هنعرف نعمله الشهر ده هنأجله للشهر اللي بعده، او مثلا هنخلي يعني مثلا انا حبيت ان انا اعمل اخر يومين في الشهر، لو شهر يناير عبارة عن 31 يوم، هخلي اخر يوم او اخر يومين لو في اهداف ناقصة محتاجة تتحقق وسهل ان هي تتحقق في يومين هعملها، وبحيث ان انا اخلص الشهر على نظافة كده. فاحنا زي ما قلنا على المستوى الروحاني هعمل الصلاة، هعمل تراكنج للصلاة 5 صلوات فروض في اليوم، وان شاء الله هعمل ورد ليا في اليوم بحيث ان انا على اخر الشهر اكون ختمت القرآن قراءة. بالنسبة للجزء العملي فانا هقسم الاهداف بتاعتي على الشغل وعلى اليوتيوب. ان شاء الله هحاول ان انا انزل فيديوهات بانتظام، سواء كانت بقى على شكل يومي على شكل اسبوعي، يعني انا وحظي، وزي ما قلت لكم في مرونة والموضوع مش صارم علشان برضو ما نحسش ان احنا داخلين الجيش يعني. اللي بعد كده المستوى الشخصي،
المستوى الشخصي كتبت ان انا عايزة اخلي حياتي النفسية يعني نفسيا ابقى هادية، تمام، احاول اهدى واحل مشاكلي اسرع واحل مشاكلي بعقل شوية علشان ابقى اهدى، لان صحتي ونفسيتي بيتأثروا جدا وبيتدمروا، ولو ده حصل ما بعرفش اعمل اي حاجة خلاص كده. بعد كده على المستوى الشخصي ان انا هخرج في كل فرصة متاحة، وده طبعا ينطبق على جزء الاستمتاع، يعني ممكن نحطه تحت بند الاستمتاع او صعيد الاستمتاع. بعد كده ههتم كمان بصلة الرحم، ان انا ابقى مقربة اكتر لأسرتي، بحيث ان احنا نبقى مثلا زيارة لحد من أسرتي كل اسبوعين. ندخل على المستوى الصحي. اول حاجة حابة ان انا اخسر وزن واتابع نظام الاكل بتاعي، بحيث ان انا اهتم اكتر بالاكل الصحي. وتاني هدف ان انا اعمل رياضة في اليوم، اخلي الرياضة جزء من يومي حتى لو 10 دقايق في اليوم. وممكن كمان لو حد عامل اشتراك للنادي او في جنينة جنبكم مثلا، انزلوا وتمشوا، دي هتبقى منها جزء الاستمتاع وجزء برضو الرياضة، فاحنا كده ضربنا عصفورين بحجر. حبيت بقى ان انا خلاص بعد ما قسمت الاصعدة بتاعتي وكتبت تحتيها ايه الاهداف الصغيرة اللي تحت الهدف اللي ممكن يكون متوسط، قسمتها لاهداف اسبوعية واهداف يومية، ان انا اقدر اعمل لها تراكنج يومي. كل يوم كده اخر اليوم امسك اجندتي كده وامسك التراكر بتاعي واشوف انا عملت ايه النهارده، بحيث اظبط بكره محتاج حاجه تتظبط الكلام ده، وايه الاهداف اللي ممكن اعمل لها تراكنج خلال اسبوع او في اخر الاسبوع. طبعا الورقه بتاعه البرين ستورمنج هتبقى جنبنا علشان نقدر نطلع الاهداف بشكل اسهل وبشكل فعال اكتر. ايه بقى الاهداف اليوميه اللي انا طلعت بيها؟ زي ما بقول لكم انا حبيت اكتب هنا في الجزئيه دي ايه الهدف اللي ممكن احتاج اتابعه يوميا بشكل يومي. خلاص. وبالنسبه للهدف الاسبوعي حبيت اعمل ايه هي الاهداف اللي انا حابه اعمل لها تراكنج على مدار الاسبوع او في اخر الاسبوع. تمام، يلا بينا نقول ايه بقى الاهداف. اول حاجه هي طبعا هتبقى الصلاه، اول حاجه محتاجه يتعمل لها تراكنج بشكل يومي. وطبعا القرآن بما ان انا هحط بإذن الله يعني ورد يومي ليا. وطبعا مش هننسى جزء الاهتمام بالنفس من حيث البشرة، السكين كير بتاعنا، الحاجات الجميلة اللي هي بتفرفش كده وتدي للواحد طاقة عشان يكمل باقي اليوم. وطبعا ان شاء الله هيبقى ليا جزء من القراءة علشان الجزء العقلي كمان يتطور. وهنعمل الرياضة زي ما قلنا، الجزء البدني، وطبعا شغل اساسي في يومنا لو حد بيشتغل. واليوتيوب زي ما انتوا واخدين بالكم كتبت ان هو اختياري، يعني لو ما قدرتش ان انا اعمل فيديوهات بشكل يومي او مثلا ما عرفتش اعمل اديتنج بشكل يومي، ما احسش ان انا مقصره فابتدي اجلد نفسي بقى وكده. لا، الموضوع فيه مرونه. حابه ان انا كمان يعني اهتم كويس جدا بجزء المرونه ده. بالنسبه بقى للاهداف الاسبوعيه، على الأقل محتاجة أخرج يوم في الأسبوع، بحيث أن أنا أعمل ريفرشمنت كده لنفسي ونفسيتي، بحيث أرجع الأسبوع اللي بعده بداية أسبوع أبقى فريش. الحاجة التانية هي الشغل بتاعي، محتاجة أن أنا أتابع إنجازي خلال الأسبوع، آخر الأسبوع، أشوف أنا الحمد لله أنتجت ولا لأ، ولو أنتجت قد إيه، محتاجة أظبط إيه في الأسبوع اللي بعده، وهكذا. لو خدتوا بالكم هتلاقوا الهدف الثالث اللي هو اليوتيوب مكرر معايا في الأهداف الأسبوعية، علشان زي ما احنا اتفقنا إن في حاجة اسمها مرونة، لو ما قدرتش أتابعه بشكل يومي أقدر أتابعه بشكل أسبوعي. بعد كده العائلات التجمعية ولغة جديدة، أو لو انتي حابة تعملي مهارة مثلا تتعلميها وتتابعيها بشكل أسبوعي، مفيش مشكلة، ده اوبشنال يعني اختياري، مفيش فيه أي مشكلة، برضو بتختلف من حد للتاني. حابة بقى ان انا في نهاية الاسبوع اعمل لنفسي مكافأة ان انا الحمد لله صمت وقدرت ان انا اكمل تراكنج لحد اخر الاسبوع علشان اخش فريش كده للاسبوع اللي بعده. تعالوا بقى اوريكم الاهداف دي كلها انا هعملها تراكنج ازاي. الاجندة بتاعتي الحمد لله سلك، فسهل جدا ان انا اضيف ورق واضيف حاجات فيها. طبعا انا استخدمت المسطرة دي اللي فيها الدوائر، بحيث ان انا اقدر اقسم الاهداف بتاعتي في الورقتين دول. تمام، قسمتهم طبعا الصلاة والقرآن والمي تايم والرياضة والقراءة والشغل، وسبت خانة فاضية علشان يعني خلال الشهر لو في حاجة حابة اضيفها، واليوتيوب. وكمان ضفت جزء للسيفنج لو انا عايزة اوفر فلوس او اتابع جزء الماديات يعني.
اول حاجة حبيت ان انا اختار لها مكان في الاجندة. انسب مكان ليها كان موجود في بعد الصفحة بتاعة التراكنج خلاص، فانا حبيت ان انا احطها هنا بحيث ان هي تبقى في نفس الفكرة يعني. طبعا انا بعد ما خرمت الورقة بالخرامة حبيت ان انا ابتدي افرغها يعني اقصها علشان تكون جاهزة معايا ان انا احطها في الحلقات بتاعة الاجندة بشكل اسهل علشان ما تبقاش مضايقاني يعني. وده السبب اللي مخليني يعني بعشق الاجندات السلك على مدار السنين اللي فاتت يعني، لان هي سهلة جدا ان انا اضيف ورق واشيل ورق. فهي بكل سهولة حطيت الورقة كده وضفتها للأجندة بالطريقة دي. وهضيف دلوقتي كمان الورقة التانية بحيث ان انا اقدر ارجع لهم كل يوم مثلا اشوف انا وصلت لحد فين، عملت ايه، وهكذا. طبعا دي ورقتين للتراكنج للاهداف اليومية. ممكن بقى ان شاء الله خلال الاسبوع احط ورقة كمان، اضيف ورقة كمان ليهم بحيث ان هي تبقى للاهداف الاسبوعية، بحيث ان انا ارجع لها كل اخر اسبوع. او يعني اشوف بقى الاجندة نفسها، يعني اعدي كده 5 ورقات او 6-7 ورقات يوميين من الاجندة واحط التراكر بتاع الاهداف الاسبوعية. يعني لسه ما قررتش قوي، بس طبعا هبلغكم كل حاجة على الانستجرام. حابة بس اقول لكم ان لو هتضيفوا حاجة زي كده محتاجين قبل ما تخرموا ما تخلوش الورقة خفيفة، لا اتنوها تانيتين علشان لما تخرموا وتبتدوا تحطوها في الحلقات تبقى قوية ومتينة وتستحمل معاكم الاستخدام يعني. بس فعموما زي ما قلت لكم، انا لو حبيت اضيف حاجه كمان خلال بقى الفتره اللي جايه هبلغكم على الانستجرام. طبعا لينك الانستجرام موجود تحت الفيديو، ما تنسوش تروحوا هناك وتعملوا لي فولو علشان بنزل ستوريز كتير يوميا، او ممكن يبقى بخصوص الاجنده لو انتوا حابين تتابعوا معايا. لو خدنا بالنا هنلاقي الدوائر دي عباره عن تقريبا 33 دايره علشان شهر يناير 31. فطبعا عشان احافظ على الشكل النهائي للتراكر خليتهم 33 لكل هدف. المفروض ان انا كل يوم هتابع، واليوم اللي هلاقي ان انا خلاص انجزت فيه الهدف ده هعمل عليه يعني هلون الدايرة بتاعته. وبس كده، دي اهدافي لسنة 2023 اول شهر اللي هو شهر يناير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا سبسكرايب للقناة، وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتس. باي باي.